بعد اسعاره ما بقت خياليه والرقبه بقت ب5 جنيه هنعمله في البيت، هنعمله مع بعض بمنتهى السهوله. وزي ما شفتم ده مش رقاق، ده بسكويت. بس كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل الرقاق في البيت، وهقولك على كل تكات، وهقولك ازاي ينجح معاكي جدا، وازاي تسويه من غير فرن. هنسويه فوق البوتاجاز من فوق. اولا انا هجيب كيلو من الدقيق معايا، عايزه تزودي عن كده زودي، عايزه تقللي عن كده قللي. هو ملوش مقدار معين، الكميه اللي عايزه تشتغلي بيها هاتيها واشتغلي بيها، تمام مفيش مشكله. انا جايبه معايا كيلو من الدقيق، وطبعا الدقيق بتاعي لازم اكون نخلاه. حطيت له معلقه صغيره من معالق الشاي، حطيت له ملح، ومسكت الدقيق. الكوبايه اللي معايا دي كوبايه ميه عاديه جدا من الحنفيه. كوبايه الميه دي انا دايما بعملها على كيلو الدقيق، بتكون وافيه لكيلو الدقيق جدا، ما بحتاجش ميه زياده عنها ولا اقل منها. بس ده مش قانون هنمشي عليها، انت ممكن الدقيق معاكي يحتاج معلقتين ميه زياده او معلقتين ميه اقل، يعني على حسب نوع الدقيق. معلقتين ميه زياده معلقتين ميه اقل مش هتفرق كتير، المهم انت تظبطي الميه بتاعه الدقيق اللي معاكي. ووزن الكوبايه اللي معايا دي تحديدا كده 550 مللي، 550 مللي ميه من الحنفيه. اهم حاجه بقى واهم خطوه في الرقاق بتاعنا النهارده ان احنا نعجن العجينه عجن كويس جدا. زي ما شفتوا نزلتها من البوله بتاعتها وفضلت اعجن فيها على الرخامه لحد ما تديني عجينه لينه كده وطريه. انا عايزه العجينه تكون طريه كده عشان تديني رقاقه حلوه واعرف افردها بكل سهوله. وده طبعا بيجي من العجن الكويس. كل ما بتعجنيها كويس كل ما بتنشطي الجلوتين فيها وبتدي العجينه عرق كويس تقدري ان انت تفردي فيها. بعد كده خدتي العجينه بتاعتي ورحت ريحيها تقريبا كده 10 دقايق. بعد ما تريحيها 10 دقايق طلعيها وافرديها على الرخامه بتاعتك زي ما انا ما عملت كده، طبعا برشه دقيق، لان زي ما قلت لك العجينه اللي معايا عجينه طريه، يعني لازم ارش لها دقيق علشان ما تلزقش معايا. بعد كده بقى خدنا العجينه بتاعتنا وقطعناها. تقطعيها طبعا التقطيعه اللي انت عايزاها، يعني على حسب الرقاقه انت عايزاها مقاسه قد ايه. انا بصراحه مقطعه كبير شويه لاني هعملهم في صواني كبيره، لكن انت طبعا قطعي على قد ما انت عايزه، يعني على حسب الصينيه بتاعتك وعلى حسب انت عايزه المقاس قد ايه. ممكن تصغري القطعه عن كده طبعا زي ما انت عايزه، وكمان عشان تتملكيها وانت بتخبزيها، لان احنا زي ما قلت لك هنخبزها فوق البوتاجاز، وطبعا لازم تبقى صغيره معاكي عشان تعرفي تتملكيها كويس. لكن انا بالنسبه للمقاس ده مظبوط جدا معايا. لكن انت لو عايزه تصغريها عن كده، انا عملت دلوقتي 16 رقاقه، انت ممكن تعملي لحد 24 رقاقه، يعني ممكن تصغري الحجم اكتر من كده كمان بكتير. بعد بقى ما قطعتهم سبتهم يريحوا قد نص ساعه كده وممكن زياده كمان. سيب العجينه تستريح كويس جدا عشان ما تغلبكيش، كل ما هتريحيها كل ما تتفرد معاكي بكل سهوله. بعد كده بقى ناخد الرقاق، ناخد من اول طبعا ما بدأنا لحد ما خلصنا، يعني هناخدهم كده بالدور. طبعا العجين ملزق معايا، فاللي هينجزني في الموضوع ده ايه؟ الدقيق، رشه الدقيق. انا معايا بقى كوبايه من الدقيق ركناها على جنب. طبعا دي ملهاش دعوه بالكيلو بتاعنا، لان الكيلو اللي انا عجناها عجنه كيلو دقيق بالظبط، ما خدتش منه اي دقيق. المهم علشان بقى الرقاقه تفرد معاكي بكل سهوله وكمان ما تتقطعش منك وكمان تريحك في الفرد، شبعيها دقيق، اديها دقيق من فوق ومن تحت، اديها كده دقيق بزياده علشان تفرد معاكي بكل سهوله. وطبعا لو عندك نشابه تمام ادهنيها دقيق وافردي بيها. ما عندكيش وعندك مردانه زي كده برضو دهنيها دقيق، يعني اي حاجه تشتغلي بيها دهنيها دقيق عشان ما تلزقش معاكي في العجين. وهقول لك كمان لو ما عندكيش فراده ولا نشابه افردي العجين بايدك، وبعد كده رقي العجينه على ايدك على قد ما تقدري، وهوريكي دلوقتي احنا بنرقي العجينه ازاي. مادام انت عجنه العجينه عجنه كويسه ومريحاها زي ما قلت لك، نريح العجين كويس جدا، هتشتغل معاكي زي ما انت شايفه كده. العجين هيمط معاكي يبقى عامل معاكي زي الملبن بالظبط. هترقي العجين على ايدك وما تخافيش، ما تخافيش، مش هيجرى له اي حاجه ولا هيتقطع منك ولا اي حاجه. بعد كده بقى ناخده على البوتاجاز. انا جايبه الصاجه بتاعتي الفرن وقلبها على عين البوتاجاز، والنار تكون نار متوسطه، يعني لا نار هاديه قوي تخلي العجينه تحن معاكي، ولا نار عاليه قوي تشعوط العجينه معاكي. نار متوسطه دقيقتين كده ولا حاجه وتروحي مهديه عليها وتسيبي الرقاقه تستوي كده براحتها. اول ما بحط الرقاقه بحس ان هي اتشمعت كده، بروح قلبها على الناحيه التانية، وبعد ما بقلبها بحاول الفها كل شويه، بلفها على الصاجه عشان تاخد حراره الصاجه كلها. لازم تاخد حراره الصاجه كلها عشان تستوي معايا كويس جدا.
بعد بقى ما بخلص الرقاق بكون محضره جنبي بوله فيها شويه ميه كده من الحنفيه، ومعايا فوطه صغيره او منديل او اي حاجه سهله كده ان احنا نمسح بيها الصاج. لازم نمسح الصاجه بين الرقاق والتانيه، لان احنا مشبعين الرقاق دقيق، وطبعا الدقيق ده كله هينزل على الصاج، ومادام هينزل على الصاج لو سبته هيحرق الرقاق اللي هحطها بعد كده. فبين الرقاق والتانيه لازم امسح الصاجه بتاعتي بالفوطه اللي معايا بالميه كده، وما تقلقيش خالص، بس خلي ايدك بعيد عنها علشان ما تتلسعيش، او علشان صهد الصاجه ما يطلعش على صوابعك او على ايديكي. بعد كده رحت فردت واحده تانيه جبتها حطيتها برده على الصاجه. بعد طبعا الصاجه ما نشفت، الصاجه بتنشف في ثانيه، بتكون نشفت زي ما انتم شايفين. اول ما بتتشمع معايا كده ولونها بيغير معايا بروح شايلاها قلبها على الناحيه التانيه، واول ما بحس ان الناحيه التانيه اتشمعت، شايفين الفقاقيع دي؟ الفقاقيع دي دليل على هشاشه الرقاق معانا. بنروح لفينها بقى عشان تاخد حراره الصاجه كلها زي ما بقول لكم، وتستوي من كل ناحيه. وطبعا لو في حد بيساعدك هيكون احسن بكتير، انت تفردي واللي وراك ياخد منك ويخبز او يسوي على الصاجه على طول. وفي الحاله دي هتعملي 10 كيلو دقيق مش هياخدوا معاكي ساعه، لان انت هتفردي واللي وراكي هتخبز، والخبيز زي ما انت شايفه اهو ما بياخدش دقيقه بالظبط. دقيقه بالظبط وبتكون الرقاقه مستويه زي ما انت شايفه كده، اخر جمال واخر نظافه، ومش رقاق ده بسكويت بجد بسكويت. وكفايه اللي انت اللي عجناه بايدك وفي بيتك، وعارفه معجون بايه ومعجون ازاي، وطبعا اخر نظافه. غير بقى من بره الله اعلم معجون ازاي وبالطريقه شكلها ايه وفي اواني شكلها ايه، والله اعلم بقى، وربنا يصلح حالنا وحال العباد يا رب العالمين. ووعد مني لو انت اول مره تعملي رقاق او ما عملتيش رقاق قبل كده، وعد مني انك تتبعي الخطوات دي وهيطلع معاكي احلى رقاق، وما تقلقيش خالص، وهيتعمل معاكي بكل سهوله. وما تقلقيش وما تخافيش من العجن ولا الخبيز. جمدي قلبك كده واعجني وما تخافيش من اي حاجه. وزي ما بقولك اما تيجي تشتغلي في حاجه لاول مره في كميات قليله، يعني ممكن تجربي في نص كيلو، ممكن تجربي في ربع كيلو، نجح معاكي كملي كملي وزودي. بصراحه احسن وانضف بكتير جدا من اللي انت بتشتريه من بره، وكمان اوفر بكتير. زي ما انت شايفه الاسعار بره بقت اسعار بجد خياليه. واهم حاجه في الفرد زي ما قلتلك انك شبعيه دي عشان تفرد معاكي بكل سهوله. احنا بقى جينا عملنا مع بعض قبل كده الفيديو بتاع الرقاق الطري. الرقاق الطري طبعا كنا بنطلع الرقاق ونروح على طول مغطيينها علشان ما تنشفش معانا، لكن في الحاله دي هنعمل العكس. احنا في الحاله دي عايزين الرقاق يكون رقاق ناشف، رقاق ناشف طبعا بتاع العيد. فاحنا هنعمل ايه؟ هناخد الرقاق زي ما شفتوها كده ونروح مفردينها وسيبيها في الهواء، سيبيها في الهواء هي تنشف لوحدها وهتبقى زي الفل. يعني انت حمصيها على الصاجه بتاعتك كده عادي زي ما سويناها كده، وبعد كده سيبيها ما تغطيهاش في ثواني وهتكون ناشفه، هتكون زي الفل معاكي، ما تقلقيش خالص. يعني عكس الرقاق الطري تماما. الرقاق الطري كنت بخاف عليه جدا من الهواء، اول ما اطلع الرقاق وهي لسه سخنه كده كنت بروح مغطياه. طبعا اللي ما شافش الفيديو بتاع الرقاق الطري هو فيديو جميل جدا، يا ريت تدخلوا عليه، ممكن اسيبه لكم في صندوق الوصف باذن الله. صندوق الوصف طبعا اللي هو بيبقى تحت الفيديو، ببقى سايبه لكم في وصف الفيديو، او اي لينكات عايزاكم تشوفوها بخليها لكم في وصف الفيديو، وهو بيبقى تحت الفيديو على طول. وجنبه كده هتلاقوا علامه الاشتراك، يا ريت تدوسوا على علامه الاشتراك، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان اي وصفه انزلها ان شاء الله توصل لكم على طول بكل سهوله. ويا ريت طبعا ما تنسوناش في اللايك، حبايبي الحلوين اللي ما بينسوش اللايك انا بشكرهم جدا طبعا من كل قلبي، وببعت لهم اجمل كارت معايده وورده جميله جدا لعيونهم. متشكره لكم جدا على دعمكم المستمر ليا في اللايك والاشتراك والشير وتفعيل زر الجرس، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعله عيد سعيد على امه محمد يا رب العالمين. دلوقتي بقى يا حبايبي احنا برضو لسه بنسوي في الرقاق بتاعنا زي ما انتم شايفين، وبين كل رقاقه ورقاقه زي ما بقول لكم انا بمسح الصاج بالميه اللي معايا، ومعايا صينيه كبيره بقى بفرد عليها الرقاق اول ما بيطلع عشان يتهوى على طول وينشف معانا. وهنشوف مع بعض دلوقتي الكميه اللي طلعت من كيلو دقيق. والله كيلو دقيق يا ولاد ما بكذب عليكم، هو كيلو دقيق اللي انا عجنته وعملته، غير ان في يجي 4 رقاقات كمان الولاد خدوهم مني وانا لسه بسويه كده. يعني الكميه دي كلها من كيلو دقيق عملت يجي 16 رقاق بالظبط. وانت ممكن كمان الكميه تطلع معاكي اكتر لو تصغري الرقاقه شويه او تصغري العجينه شويه، هتطلع معاكي رقاقه اصغر من كده شويه. زي ما بقول لك انا عامله رقاقه كبيره. جربي بقى الطريقه بتاعتنا واتبعي الخطوات كويس جدا، ولو عملتيها ونجحت معاكي يا ريت تدخلي وتقولي لنا. مستنيه ارائكم باذن الله. السلام عليكم.